اللاعب المغربي عز الدين أناهي ينفي الإشاعات. رد لاعب وسط الميدان المغربي عز الدين أناهي على ما روجت له بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه ليلة أمس الثلاثاء 20 دجنبر لحادث سير بعد انحراف سيارته واصطدامها بالحائط. وقال أناهي في بث مباشر مع إحدى الفاعلات في المجال السياحي على انستغرام مساء اليوم الأربعاء: ما كاين لا كسيده لا والو، اللي تعشينا خرجت وصلت لحدا السيكيوريتي بقاو كيتصوروا معايا ونسيت نسكت الطوموبيل وقاصت في واحد التطوار. بهذه الجملة بالدارجة نفى أناحي إشاعة تعرضي لأي حادث، وأضاف أناحي: مع دابا صافي سالا المونديال غيبداو يكتبوا، ولكن أنا ما عنديش مشكل، اللي بغى يكتب شي حاجة يكتبها. وأشار لاعب أونجي الفرنسي إلى أنه توصل بإشاعة تعرض لحادثة سير في رسالة نصية من شقيقه. وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت إشاعات حول تعرض أناحي لحادثة سير نجم عنها أضرارا بالغة على مستوى السيارة التي كانت تقل بجانب أناحي كل من الفنانين رشيد رفيق وطه فحصي الملقب بطوطو. وكان عز الدين أناحي حظى رفقة أعضاء وفد المنتخب الوطني المغربي وعائلاتهم باستقبال شعبي وملكي كبير بعد إنجازهم التاريخي وغير المسبوق في مونديال قطر، على حصولهم المرتبة الرابعة بمونديال قطر.